السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرفة. مكملين ان شاء الله في سلسلة تعليم صيد الغلة. موضوع الفيديو النهاردة عن طريقة الصيد في الاماكن العشوائية، والموضوع ده من اهم المواضيع خصوصا لاخواتنا المبتدئين او اخواتنا برضو اللي بيصطادوا للاسف مش واخدين بالهم. فركز معايا في الموضوع ده عشان ما تعملش مجهود وتصرف فلوس على الفاضي من غير نتيجة. تراعي 3 حاجات. اول حاجة يا جماعة، صيد الغلة في الاماكن العشوائية ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام. صيد الغلة غير صيد الطعم وصيد الريمة. يعني انا ممكن اصطاد بالطعم في اماكن عشوائية ينفع، اصطاد بالريمة في اماكن عشوائية ينفع، لكن صيد الغلة ما ينفعش تصطاد فيه في اماكن عشوائية، لان هو بيعتمد ان انت عامل دور او مرمى، عامل معلف للسمك. هتيجي تقولي ده حد طلع وخد مش عارف كام سمكة الكلام ده. لا يا جماعة، ده كده مش سمك. لو انت فرحان مثلا بسمكة او 2 او كام مشط، لا مش هو ده الصح. الصح انت لما يبقى انت شغال في موسم الغلة تاخد كمية سمك، فده انت مش هتاخده غير لما تكون عامل دور او مرمى. تعالى كده هنا محمد. فنركز يا جماعة عشان خاطر ما تعملش مجهود على الفاضي وتقعد تتنقل من مكان لمكان لمكان، وانت هتبهدل نفسك. المعاناة دي احنا مرينا بيها سنين، مش فترة قصيرة لحد ما فهمنا. فيا ريت اخواننا يفهموا الناس عشان خاطر ما يعملوش مجهود على الفاضي. دي اول نقطة. الصيد في الاماكن العشوائية ما يناسبش صيد الغلة. طيب تاني حاجة، انا مثلا لو انا ظروف شغلي مش مناسبة ان انا اطلع على طول. هتقول لي انت بتطلع تصطاد على طول. انا ظروف شغلي مثلا فاتح محل عادي، ولو عايز اطلع كل يوم هطلع. كل واحد وظروف شغل. في واحد مثلا بيأجز يوم في الاسبوع، او بيطلع مثلا بيأجز كل اسبوعين، فحابب يطلع يصطاد. مش هعرف انا اعمل بقى الدور والهري الحزين اللي انت عامله ده. لا، هنا هقول لك تعمل ايه. حابب انت مثلا بتطلع على فترات بعيدة، يبقى تراعي نقطتين. اول حاجة ان انت تسأل اي حد عن مية تكون شغالة غلة. يعني المية اللي احنا عليها دي مية غلة. لما تيجي تنزل ما تصطادش في اي مكان كده. امشي على المية وشوف، هتلاقي في ناس عاملة دوار. يعني احنا كده، هات كده محمد مية الناحية دي. بص يا جماعة، الوصلة اللي احنا قاعدين فيها دي لو انت مشيت 200 300 متر ممكن هتعدي على 7 8 مرامي، 10 مرامي، 15 مرمى. تمام. تعالى يا محمد. فهنا تسأل اي صياد، قول له انا عايز ميه تكون شغاله غله، وهيروح جاي واصف لك مثلا الحته دي مثلا اللي احنا قاعدين فيها اسمها كذا. هنا انت هتنزل هتلاقي في مرامي بتاعه غله. هنا هتعمل ايه؟ هتقعد. طبعا انا مش هطلع اصطاد كل يوم، فهتلاقي مرامي فاضيه. هتلاقي مرامي فاضيه. بس تراعي نقطه، ان انت لو جيت قعدت على مرمى غله ما ينفعش يا جماعه تحت اي سبب من الاسباب بتصطاد حاجه غير الغله، عشان ما تاذيش الراجل اللي عامل الدور وصارف عليه وشقيان فيه. هتقعد على دور حد بتاع غله، تراعي نقطتين: ان انت تصطاد بغله فقط لا غير عشان ما تضرش غيرك. وتاني حاجه، لو انت قاعد بتصطاد جيت مثلا بدري زي كده، انا مثلا بطلع الصبح لحد الظهر، ظروف شغل كده، بشتغل انا اخر النهار في المحل، فانا بشتغل لحد الظهر، بطلع بعد الفجر، بشتغل بصطاد لحد الظهر. فانا مثلا لو صاحب مرمى وجيت لقيتك قاعد، صاحب الدور لا جه لك قاعد وقال لك لو سمحت الدور ده بتاعي اوتوماتيك، فهمه ان انا بصطاد غله بس عشان يفهم انك ما ضرتوش، وتلم عدتك وتاخد بعضك وتقوم. دي يا جماعه اصول صيد الغله من غير زعل، عشان خاطر الدوار دي بيبقى مصروف عليها وتعب ناس فحرام. فانت ما استفيد وما تضرش غيرك. تمام. دي تاني نقطه. تالت نقطه لازم الناس تفهمها: صيد الغله يا جماعه عايز استقرار.
بمعنى ايه؟ الميه اللي احنا قاعدين عليها دي انا قاعد عليها من السنه اللي فاتت لعله. كنا احنا بنصطاده، الميه دي اسمها ميه العقاريه. كنا احنا بنصطاده من ناحيه الصحراوي قدام محطه الرفع. قعدنا عليها حوالي 5 سنين وما سبتهاش غير لما على الصحراوي عملوا طريق جديد، فلغوا المرامي اللي احنا كنا بنقعدوا عليها والاماكن اللي احنا بنصطادوا عليها. عشان كده غيرنا ايه، هي الترعه بس غيرنا بنصطاده في وصله تانية. صيد الغله عايز استقرار. الميه دي فيها سمك كويس، فيها سمك كويس. ميه مناسبه لصيد الغله، مناسبه لصيد الغله. هنا الميه ايه، دي ما تغيرهاش. لو فضل الميه زي ما هي والمكان موجود زي ما هو، لو قعدت عليه 20 سنه اقعد عليه. لو انت بتاخد بالاسباب صح ربنا هيكرمك وهتاخد من عليه سمك. طيب انا بستقر على الميه دي ليه؟ الصيد يا جماعه الغله بيبقى تراكم خبرات. انا لما اصطاد على الغله دي سنه سنتين وثلاثه فهمتها. بتاكل امتى، دخلت السمكه منين، بموسم بتاعها بيبدا من امتى ياكل، بيخلص امتى. كل ده تراكم خبرات. ركز في الموضوع ده. صيد الغله مش عايز تنطيط. ايه ده مصرف ده واكل، اشوف فيديو مصرف عيسى شغال اجري، اروح كفر الشيخ، حاجات غريبه انا الواحد بيشوفها. لا، اقرب ميه في صيد الغله قريبه ليك جنب البيت اطلع اصطاد فيها. ما تتنططش وتروح اماكن بعيده وتعمل مجهود انت راجل هاوي. لو انت اشتغلت صح لو الترعه تحت البيت هتاخد سمك. انا بالنسبه لي دي اقرب ميه ليا، انا راجل من العمريه، دي اقرب ميه ليا. في النهضه او في العقاريه دي اقرب، لو في اقرب من كده هصطاد فيها. فيا ريت محدش يجري ورا كلام حد. انا جبت سمك من كذا لا، اتعلم تشتغل صح. الكلام ده يا جماعه والله لو فهمته هيوفر عليك مجهود وفلوس احنا عنينا فيه. قعدنا سنين للاسف مش فاهمين، واكله كذا هنا واجري هنا واجري هنا. فيا رب اخواتنا يكونوا وصلت الفكره اللي انا عايز اتكلم فيها، عشان لو ربنا كرمك واصطدت غله صح واشتغلت غله صح ربنا هيكرمك وهتمسك احلى سمك وهتقعد احلى قعده وهتتمتع. انا البلطي ما بصطادش غير غله فقط لا غير. مش هتلاقيني اكلمك في صيد البلطي ده غير في الغله فقط لا غير. ما بصطادوش غير في الغله لان هو متعه ما شاء الله. وان شاء الله باذن الله طلعت النهارده 16، ان شاء الله النهارده 16/5. ربنا رزقنا النهارده بحاجه باذن الله هصورها لكم ودعواتكم باذن الله. انا عامل جايب معايا العده اللي بشتغل بيها. ازاي هعمل لك ان شاء الله لو قدرت اخر النهار هوري لك ازاي تعمل دور غله من غير ما تنزل الميه. يعني انا واحد مش هعرف انزل ميه اهو، هعرفك تعمل مرمى ازاي او دور ازاي من غير ما تنزل الميه. فكره بسيطه اهي، شوكه وماسوره. ده باذن الله الفيديو الجاي هوريهولك، عشان برضو الموضوع مش صعب ومش محتاج الهري الحزين اللي انت بتشوفه. فان شاء الله هعمل لك فيديو ازاي تعمل دور غله ناجح 100% من غير ما تضطر انك تنزل الميه. وان شاء الله لو ربنا رزقنا بحاجه هنصوروها باذن الله. دعواتكم. ما شاء الله حلويات يا رجال. باذن الله هحاول اتعلم اصور لكم السمكه وهي طالعه من الميه. معلش انا الموضوع ده صعب فسامحوني انا في موضوع التصوير والكلام ده على قد شويه. بس باذن الله هحاول الطلعه الجايه جبت حامل وان شاء الله عشان الناس طلبت مني الموضوع ده. فباذن الله الطلعه الجايه هحاول ان انا اجيب السمكه وهي في الميه والغمزه والاكله والكلام ده وان شاء الله خير. فسامحوني لو في مشكله في التصوير، بس انا اهم حاجه بركز عليها يا جماعه المعلومه. اهم حاجه في فيديو الصيد على اي قناه المعلومه هي اللي هتمسكك سمك. دي نصيحه مني، اهم حاجه في قناه الصيد المعلومه. ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله موسم خير على الجميع. دعواتكم. احلى بولت بالغالة يا رجاله. باذن الله هيكون موسم خير على الجميع باذن الله. دعواتكم.